يلا نبدأ. انا هبدأ معاكم بخيط متوسط السمك وهشتغل بإبرة رقم 3.5. تقدري تستخدمي اي نوع خيط متوفر عندك، لكن ما افضلش انت تستخدمي الفتلة السميكة لانها هتضخم شكل الايد ومش هيبقى شكله حلو. نبدأ دلوقتي بعدد من السلاسل يساوي دوران المعصم بتاعك. تقدري تشتغلي عدد من السلاسل وتلفيها على ايدك وتشوفي هل المقاس ده مناسب ولا لا. توسعي شوية المقاس اللي انت اخدتيه عشان الجوانتي يدخل ويخرج بكل سهولة، وبرده يبقى مظبوط على مقاس ايدك. وهشتغل بالنسبة ليا 30 غرزة سلسلة. انا كده اشتغلت 30 غرزة سلسلة طول 16 سنتي. كده هاجي اقفل السلاسل بغرزة منزلقة، فانا بظبط السلسلة بتاعتي بالشكل ده وهبزقها لبره، وهاجي هنا في اول سلسلة هدخل كده وهسحب منزلقة. مهم جدا ان السلاسل كلها تبقى اتجاه واحد عشان الشغل يطلع مظبوط. بسحب كده منزلقة. بعد كده هرتفع سلسلتين مجرد ارتفاع، وفي نفس المكان هشتغل غرزة عمود. انا حابه اشتغل الموديل ده بغرزه عمود عشان يبقى سهل بالنسبه لك، وكمان الجوانتي يبقى طري. لو حابه تشتغلي بغرزه الحشو زي الموجود في الصوره زي ما تحبي، لكن انا لما اشتغلت بغرزه الحشو حسيت الجوانتي تقيل شويه وناشف فما حبيتوش، فحبيت النص عمود او العمود. انا هشتغل معاكم بغرزه عمود، فزي ما تحبي اشتغلي، بس انا حبيت اوضح ده من البدايه. طيب انا هلف الخيط على الابره وهنزل في الغرزه اللي بعديها، بسحب كده واشتغل غرزة عمود بالشكل ده، وبتنقل على طول الغرزة اللي بعديها وبدخل وبسحب غرزة عمود. بلف الخيط على الابرة وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة عمود. كل سلسلة عندي هشتغل فوقيها غرزة عمود واحدة لحد ما اوصل لاول غرزة عمود انا اشتغلت. كده انا اشتغلت غرز من العواميد في كل غرزة عندي. الخطوة اللي بعد كده هاجي اقفل الدايرة بتاعتي في اول غرزة عمود، وانا هتجاهل خالص سلسلتين الارتفاع وهسحب كده منزلقة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلتين مجرد ارتفاع. بعد كده هنشوف هنشتغل الغرزة اللي في النص ازاي. غرزة البف هنشتغلها ازاي في النص، فهناخد مقاسها هندخل كده انا محتاجة الغرزة البف تبقى في النص هنا كده، فهنزل كده واحط علامة هنا عشان ابدأ احدد مكانها. ده هنا كده بس كده مظبوط اهو، وهبدأ احدد مكانها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الغرزة هتبقى هنا تمام. نبدأ بقى نشيل الجوانتي كده. يبقى احنا عرفنا هنشتغل غرزة البف فين، فهنشتغل عادي فوق كل غرزة عمود. طبعا انا هنزل هنا في نفس المكان واشتغل غرزة عمود واحدة، واللي بعديها هشتغل غرزة عمود واحدة برضو، واللي بعديها غرزة عمود واحدة، وافضل شغالة كده لحد ما اوصل للعلامة بالشكل ده. هبدأ بقى اشيل العلامة ومش هحتاجها تاني. هبدأ بعد كده هنزل في نفس المكان على طول وهسحب الخيط وارفعه لفوق بالشكل ده كده. بلف الخيط على الابرة وهنزل في نفس المكان وارفعه بالشكل ده كده. بنزل كده في نفس المكان، هنزل حوالي 3 مرات. هلف الخيط على الابرة واخرج من الحلقات وهقفل بغرزة سلسلة بالشكل ده. بعد كده هنزل في نفس المكان وهسحب واشتغل غرزة بف مرة كمان ب3 لفات كده، 2 وادي التالتة بالشكل ده كده، وبسحب وبقفل عليها بغرزة سلسلة. بعد كده الغرزة اللي بعديها على طول بشتغل فوقيها غرزة عمود بالشكل ده كده، والغرزة اللي بعديها غرزة عمود، وبكمل عادي خالص فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود واحدة. طبعا الموديل ده بتاعنا طويل فهيشتغل كام سطر كده في المعصم. هبدأ
هفضل شغاله كده بنفس الطريقه فوق كل غرزه عمود وغرزه عمود زيها لحد ما اوصل لاول غرزه انا اشتغلتها. وصلت كده لاول غرزه عمود انا اشتغلته، هبدا ادخل كده جواه وهسحب منزلقه. بعد كده هرتفع سلسلتين مجرد ارتفاع وهنزل في نفس المكان، هشتغل غرزه عمود واللي بعديها غرزه عمود، وكده وصلت لغرزة البف عندي. هبدأ ادخل كده في النص ما بينهم، مش هلف الخيط على الابرة وهنزل على طول بالابرة في النص كده وهسحب غرزة بف كده، 1 2 2 3 بالشكل ده، وهسحب الخيط واخرج من الحلقات واقفل عليها بغرزة سلسلة، وهنزل على طول في نفس المكان وهسحب غرزة بف مرة كمان ب3 لفات بالشكل ده، وهقفل عليها بسلسلة. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهنزل على طول للعمود اللي بعديهم واشتغل غرزة عمود فوقيه، واللي بعده هشتغل غرزة عمود 1 وهكذا لحد ما اوصل لاول غرزة عمود انا اشتغلته. وكده وصلت لاول غرزة عمود انا اشتغلته، هبدأ ادخل كده واسحب واشتغل غرزة منزلقة واقفل الدور بتاعي. بعد كده هرتفع سلسلتين مجرد ارتفاع وهنزل في نفس المكان، هشتغل غرزة عمود 1 واللي بعديها غرزة عمود 1. هفضل شغالة كده فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود لحد ما اوصل لغرزة البف. كده انا وصلت لغرزة البف. هبدأ بعد كده اشتغل ما بينهم كده، فرق كده الغرزتين عن بعض بالشكل ده، وهبدأ ادخل بالابرة على طول واشتغل غرزة بف من 3 لفات كده 2 وادي التالتة. هسحب الخيط واخرج من الحلقات كلها مرة واحدة وهقفل بسلسلة بالشكل ده، وهنزل كمان في نفس المكان وهشتغل غرزة بف مرة كمان ب3 لفات بالشكل ده، وبخرج من الحلقات كلها وبقفل بسلسلة. وبعد كده بلف الخيط على الابرة وهشتغل في العمود اللي بعده فوقيه غرزة عمود بالشكل ده، وبكمل عادي فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود لحد ما اوصل لاول غرزة عمود انا اشتغلته. كده انا وصلت لاول غرزة عمود انا اشتغلته، هبدأ ادخل جواه واسحب منزلقة واقفل الدور بتاعي بغرزة منزلقة. بعد كده برتفع سلسلتين وهكرر نفس الشغل لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. بالنسبه للمعصم طبعا الموديل بتاعنا طويل، احنا محتاجين المعصم يبقى طويل قبل ما نطلع للكف. هنبدا كده ندخل، هبدا شغاله بس هنزل دي كده بالشكل ده، هبدا شغاله كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل للمقاس ده كده بالظبط. تمام، هشتغل في كل غرزة عمود وغرزة عمود زيها لحد ما اوصل لغرزة البف، وبشتغل ما بينهم غرزة بف ب3 لفات، وبعد كده في نفس المكان بشتغل غرزة بف مرة كمان ب3 لفات، وبكمل غرز من العواميد لحد ما اوصل لاول غرزة عمود انا اشتغلتها وبقفل بمنزلقة. هكمل لحد ما اوصل للكف هنا كده بالظبط، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. انا كده كملت الادوار واشتغلت لحد ما وصلت للكف. انا الطول ده معايا مناسب، لو انت عايزه تطولي اكتر من كده فبتنزلي الشغل لتحت وتشوفي مثلا انت محتاجه سطر واحد او سطرين ونكمل شغل بالكف بتاعنا. تمام، انا هكتفي بالمقاس ده وبالقدر اللي غنى 6 سطور. الخطوه اللي بعد كده هنبدا بقى نرتفع بالكف، فهنشتغل بالشكل ده. احنا هنا مرتفعين سلسلتين مجرد ارتفاع، وهننزل في نفس المكان نشتغل غرزتين عمود. بنزل كده في نفس المكان، هنزل في نفس المكان واشتغل غرزتين عمود 1 2. بعد كده هشتغل فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود زيها. عايزه اقول لكم ان شكله بغرزه العمود احلى بكتير من غرزه الحشو. كده انا وصلت لغرزه البف. هنبدا بعد كده نفرق ما بينهم بالشكل ده، نبعدهم كده عن بعض، او بدخل الابره بتاعتي والف 3 لفات كده. يبقى احنا اشتغلنا غرزه بف واحده، هننزل برضو في نفس المكان ونشتغل غرزه بف من 3 لفات كده، 1 2 3
وهخرج من الحلقات كلها مرة واحدة، وهقفل عليهم غرزة سلسلة. وبعد كده هلف الخيط على الابرة وهشتغل فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود زيها. وبكده انا وصلت للجهة التانية. عندي هنا اخر عمود هشتغل فوقيه غرزة عمود واحدة بالشكل ده، واقفل الدور بتاعي في اول غرزة عمود انا اشتغلته بغرزة منزلقة. بعد كده هرتفع سلسلتين مجرد ارتفاع، وهنزل في نفس المكان هشتغل غرزتين عمود كده، واحد في نفس المكان هشتغل الغرزة التانية بالشكل ده، وهكمل عادي فوق كل غرزة عمود غرزة عمود زيها. انا كده وصلت لغرزة الباف، هبدأ ادخل كده ما بينهم بالابرة واسحب 3 لفات. بعد كده هشتغل الغرزة التانية ب3 لفات، وبقفل على الغرزة بسلسلة. وبعد كده بكمل الدوران بتاعي عادي خالص فوق كل غرزة عمود غرزة عمود. وبكده انا وصلت للجهة التانية. عندي هنا اخر عمود اشتغلت فيه غرزة عمود واحدة، هزود كمان غرزة عمود في نفس المكان يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا عملت تزايد في اول الجهة، وكمان عملت تزايد في الجهة التانية. هبدأ بعد كده اقفل في اول غرزة عمود بغرزة منزلقة. بعد كده هرتفع سلسلتين، وفي نفس المكان هشتغل غرزتين عمود، وهشتغل عادي فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود. كده انا وصلت لغرزة الباف. ببدأ ابعدهم عن بعض بالشكل ده، وهنزل على طول بالابرة وهسحب 3 لفات واقفلها بغرزة سلسلة، وهنزل في نفس المكان هشتغل غرزة باف مرة كمان ب3 لفات، وهسحب الخيط واقفل الغرزة بسلسلة بالشكل ده، وبكمل عادي فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود لحد ما اوصل للجهة التانية. وصلت كده للجهة التانية. فاضل عندي هنا اخر غرزة عمود هشتغل فوقيها غرزتين عمود بالشكل ده. هبدأ اقفل في اول غرزة عمود عندي بغرزة منزلقة. بكرر نفس الشغل، برتفع سلسلتين وفي نفس المكان بشتغل غرزتين عمود، وبشتغل في العمود اللي بعده غرزة واحدة، وبفضل شغالة كده فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود واحدة. ولما اوصل لغرزة الباف بشتغل غرزة باف وبقفلهم بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم كده بالظبط، وبكمل فوق كل غرزة عمود غرزة عمود. واول ما اوصل للجهة التانية اخر عمود هشتغل فيه تزايد، يبقى هنا هنشتغل تزايد في الاول وتزايد في الاخر، وافضل شغاله كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل ليه هنا كده بالظبط. هكمل وارجع لكم. انا كده كملت الادوار بنفس الطريقه اللي انا شرحتها معاكم. هنبدا كده نشوف الجوانتي بتاعنا وصل لفين، وهل احنا محتاجين دور كمان او هنفك دور. هنشوف دلوقتي. شايفين قد ايه الغرزه جميله. احنا كده اخدنا المقاس وده المقاس المظبوط. عايزه تطولي اكتر من كده زي ما تحبي. قبل ما ترتفعي بالكف بتطولي في المعصم زي ما انت عايزه. هعد 5 عواميد او 6، وبعد كده اقفل الجزء بتاعي ده. بنظبط كده الجوانتي. بعد كده احنا كده قصينا الخيط، وهنفك السلسلتين دول وهنخليها سلسله واحده. بعد كده هداري الخيط ما بين الغرز بإبرة التنظيف. هنبدأ نعد 1 2 3 4 5 6 أو 5 زي ما تحبي. انا المقاس بتاعي يمشي 6 ويمشي 5، فهخلينا في الوسط وخلينا في غرزة الستة. 1 2 3 4 5 6 تمام كده. بعد كده هدخل الخيط بالشكل ده كده واسحب واشتغل غرزة سلسلة. في نفس المكان هشتغل غرزة حشو عشان المكان يقفل معايا بشكل كويس بالشكل ده. الخيط ده هداريه معايا وانا شغاله، وهبدا افصل الاتنين كده عن بعض، وهرتفع سلسله واحده وفي نفس المكان بس منفصل بالشكل ده كده، يعني مش هدخل للجهه التانية. تمام، منفصل كده بالشكل ده. هسحب الخيط واشتغل غرزه عمود، وهلف الخيط على الابره وهشتغل في الغرزه اللي بعديها غرزه عمود.
فوق كل غرزة عمود هشتغل غرزة عمود واحدة. هاجي هنا في غرزة الباف هشتغل ما بينهم غرزة باف ب3 لفات كده، 2 كده 3، وبشتغل واحدة كمان في نفس المكان كده، 2 كده 3، وبكمل فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود لحد ما اوصل للجهة التانية. وصلت كده للجهة التانية هبدأ اقفل في اول غرزة عمود انا اشتغلته، بتجاهل خالص سلسلتين الارتفاع او غرزة الحشو فوقيها السلسلة اللي انا ارتفعتهم، بقفل على طول بتجاهلهم خالص وبقفل على طول في اول غرزة عمود، بسحب منزلقة بالشكل ده. بعد كده برتفع سلسلتين مجرد ارتفاع وبكمل نفس الشغل عادي خالص فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود لحد ما اوصل لغرزة الباف، ولما اوصل لغرزة الباف بشتغل ما بينهم غرزتين باف وبقفلهم بسلسلة، وبعد كده بكمل غرز من العواميد لحد ما اوصل للجهة التانية، وبكرر لحد ما اوصل لارتفاع الصوابع. كده انا كملت دورين كمان فوق الدور اللي انا اشتغلته معاكم زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نقيس نشوف الجوانتي شكله عامل ازاي. تمام، شايفين ده شكل الجوانتي معانا، شكله جميل جدا وتحفة ولذيذ وكمان جديد. بس كده وبكده الجوانتي خلص، واتمنى يكون الجوانتي عجبكم والشرح كان سهل وبسيط عليكم. ما تنسيش بقى لايك للفيديو، لو في اي استفسار او سؤال ممكن تسيبولي تحت في الكومنت وانا هرد ان شاء الله عليكي على طول، او تبعتيلي على جروب ميكس كروشيه تعليم فن الكروشيه، ان شاء الله هكون موجوده وهرد عليكي. ولو حابه تفيدي غيرك شيري الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.